تعالي خديني يا مام، تعالي خديني يا مام، انا بعيط يا مام. زعلان ليه وتعالى لما اقول له. هو يعني ايه ابن امه؟ يعني امه خلفته لوحدها؟ طب خلفته ازاي؟ زي الناس. ما تعرفش الناس بتتخلف ازاي؟ هو مين بقى اللي يتقال عليه ابن امه؟ ما تيجوا نشوف. مساء الفل يا حلوين. في اغنيه في الكلور كده اسمها زعلان ليه تعال اما اقولك. الاغنيه حاجه جميله قوي. واحده شايفه جوزها زعلان يا عيني فعايزه تروق عليه فبتغني له وتقول له زعلان ليه تعال اما اقولك. بص الجمال والحنيه، مش قادره تشوفه زعلان، شكلها هتقول له كلام مهم. انت مزيف واني مزيف. الموز رومانسيه برضه ومليان بروتين المغناطيسيوم. البت دي نبيهه. كملي كملي. ناكل لما نشبع ونزحلق امك. الله 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 الله، ايه قله الادب دي؟ وانت بقى هتبقى مبسوط لما تزحلق امك؟ انت عاق يالا. وبعدين يا ريتها جت على الموز وبس. انت برتقاني واني برتقاني. دول قاعدين في الجنينه وعمالين ياكلوا كل انواع الفاكهه. ناكل لما نشبع ونقشر لامك. الاغنيه دي بتبين قد ايه البت دي بتحب حماتها. عايزه تزحلقيها ليه يا مفتريه؟ هي عملت لك ايه؟ لا ده طلعت مش سهله بقى. هي مين بقى نينا دي؟ اهلا اهلا يا نينا. هو ليه اغلب علاقات الحموات بتبقى بايظه كده؟ ونوبة يسدوه. امك شدتها من شعرها. اغلب المشاكل اللي من النوع ده بيبقى سببها ان الواد ابن امه او البنت بنت امها. طبيعي ان الاولاد يبقوا متعلقين باهلهم وخصوصا الام، بس المشكله لما التعلق ده بيزيد عن حد، وبيبقى عيب اكتر لما تكون المشكله مع الولد ويتقال عليه ابن امه. ماما يرحم. الاخ ابن امه ده مشكلته بتبدا من وهو صغير. طفل هادي بزياده، مؤدب بزياده، مفيش شقاوه خالص، يسمع الكلام بزياده، مستفز كده ويخليك عايز تديله بالقلم على وشه وتقول له اتنحرر يالا شويه يالا. ولما بيكبر شويه بيبقى شاب مهندم مرسوم بالمسطره، شخصيته ضعيفه، ما بيعرفش ياخد قرار من غير ام. ولما بيجي يتجوز غالبا امه هي اللي بتختار العروسه. الاموره الحلوه بتاعتنا فين؟ اصل صلاح مش قاعد على بعضه، اصله بيموت في النسوان. طب وفوفها يا صلاح؟ تتحرق فوق اكتر ما هنحروق. وبعد الجواز بيبقى زوج اعتمادي كسول جدا، فمش عايز يعمل اي حاجه وبيخاف يغلط، فبيرجع لامه في كل كبيره وصغيره في حياته، وده بيخليها تتدخل في كل تفاصيل حياته وحياه مراته طبعا. ده انت كياده بقى. الواد ابن امه ده بيبقى شخص لزوز كده ودلوعه امه، كنت موته يعني. كنت ايه؟ موت. ده كنت موت يا حلوه يا بطه. نبي حرسك يا اختي يا قط. بطة ايه وقطة ايه يا وليه؟ الولا هيضيع كده. يا صغنن باصل يا اخواتي يسلم فمه. هو كده مش يسلم فمه، ده كده يسلم لامه. في الطعامه شايف اللطافه. كوتي كوتي كوتي. شايفه الدلع؟ بقى انت يا وش النكد هتعرفي تدلعيه كده زي امه؟ لو عايزه حماتك ترضى عنك اسمعي الوصيه دي. خلي بالك منه، لو يزعل تضحك وتلف، لو يغلط طبطب على كتفه. لو حضرتك بقى شايفه الحاجات دي كلها في الراجل اللي هيتقدم لك فخلي بالك، عشان الكلام ده كله بيبقى باين من الخطوبه، بس العروسه بتكبر دماغها ترجع بعد كده تندم وتقول لا طلع انك واد دزمه وابن دزمه. بس بعد ايه بقى؟ من كام يوم نزل فيديو لواحده بتضرب حماتها، منظر صعب جدا محدش يقبل اللي حصل ده. وبعدين ام البنت اللي ضربت حماتها طلعت تقول قالت لي يا ماما اني سوق في ايه نداء. قالت لي يا ماما اني جعانه وحماتي قافله على لغايه الجبنه لحد وبدوخ بترضع. يضغطوها بالكلام وبالشتيمه وهي في ريحها راحت جايه لها لفظ وحش. يعني مس الشرف. مش حماتها ضربتني بالكف. تنزيل على النت مشاهره ويقول لك هلم مشاهدات. بنتي بتاخد 300 جنيه وكانت بتاخد 50 جنيه كل اسبوع الاول. حصل مشكله طرد بنتي في الشارع وخدت هبها. قعدت شهرين 2 عندي وهي حامل. ضغوط يا جماعه ضغوط. بقالي سنه كل شويه سب وكسف من جوزها ومن حماتها ومن كل مرطاشي. ما هو اكيد اللي حصل ده مش من فراغ. والدتي كانت بتعاملها زي اخوات البنات واكتر. والدتي راحت قالت كلمتين اتنين لها، قالت انت انا هكلم علي النهارده وهو يقعدك لوحدك وخلاص. واضح ان الشخص ده ابن امه زي ما بيقولوا. اللي عملته الزوجه غلط 100%، لكن الغلط الاكبر في الراجل اللي قبل على مراته كل ده ووصل ان يحصل كده بين مراته وامه. وبعدها حماتها نفسها طلعت تقول وانا ساعتها هزلت من منظر. يعني شوف اني طب ما انا اقدر اكسر لها دراعها يعني ولا كده، بس انا ساعتها يعني نزل عليها سهم الله كده والله العظيم.
يعني انت تصدق اللي مرت الابن تضرب حماتها؟ لا معروفه، هي الحما اللي بتضرب مرت ابنها، دي معروفه. هي طبعا معروفه، واضح ان المفروض حد فيهم يضرب التاني. يا ريت بقى حد يفهمنا المفروض مين اللي يضرب مين. الناس كلها بقت فتوات، امال مين اللي هينضرب؟ في وصفه حلوه تعرفنا مين اللي المفروض يتضرب. عارف حضرتك نفق العباسيه؟ مش في راجل بتاع عصير هناك؟ ايوه عارفه؟ ايوه وحش، ما تبقاش تشرب من عنده. لا اشرب من عنده عادي، الراجل كان بيهزر. بتاع العصير ده عنده حاجه اسمها فخفخينه، ده عباره عن كوكتيل بيحط لك برتقان على موز على تفاح على فراوله على كل حاجه عنده. الكوكتيل ده حلو كمشروب لما تشربه، لكن لما تعمل الكوكتيل ده في العلاقات هيبقى مر وبرضه هتشربه. ما هو ما ينفعش نخلط العلاقات ببعض ونعملها كوكتيل، كل علاقه ليها طعمها ولونها وخصوصيتها. المشاعر والمحبه مختلفه، حب لامي غير حب لمراتي او لجوزي. ما ينفعش واحده تقول لجوزها انت بتحبني اكتر ولا بتحب امك اكتر. انت بتقارني ايه يا ست هانم؟ حضرتك ما شفتيش التعب والعمر اللي عدى عشان امه تسلمك راجل. وما ينفعش زوج يقول لمراته اختاري يا انا يا امك. اختار ايه يا برنس؟ هو انت كنت بترضعها وهي صغيره ولا قعدت في بطن سعادتك 9 شهور؟ دي مشاعر جواها وملهاش بديل. المشكله مش في حب الزوج لامه او الزوجه لامها، لان ده طبيعي. المشكله في المساحه والحدود. انتشروا وانت مش هتنتشروا. استنى بقى يا عم هبسطها لك. المشاكل بتحصل لما بنكسر الحدود، مهما كانت الغلاوه ومهما كان العشم فده مش مبرر للتدخل. الام غاليه جدا وربت وكبرت وضحت وكل الكلام الحلو ده، لكن ليها مساحه وحدود في حياه ابنها او بنتها بعد الجواز، ما ينفعش تعديها مهما حصل. والابن والابنه بعد الجواز ليهم مساحه وحدود في حياه اهلهم، برضو ما ينفعش يعدوها. اللي دمر سفينه تايتانيك دخول ميه جوه السفينه، واخد بالك؟ ميه مش نار ولا حجاره ولا كلام زي الرصاص. انا عايز اقول لك ان اي حاجه تعدي حدود بيتك هتدمره حتى لو ميه. العلاقات الناجحه هي اللي بتقدر تعمل حدود ليها واللي بتحترم حدود غيرها. الشخص اللي بيقولوا عليه ابن امه لازم يبقى عارف ان مفيش حد ما بيحبش امه. طبيعي تكون بتحب امك جدا وتهتم بيها وتساعدها وتديها من وقتك ومجهودك، لكن كل ده ليه حدود واصول، لا انت تعديها ولا الست الوالده تعديها ولا كمان زوجتك تعديها. يعني ما تجيش على مراتك عشان خاطر امك ولا تيجي على امك عشان خاطر مراتك. وفاء ولا المدرسه؟ وفاء. وفاء ولا المدرسه؟ المدرسه طبعا. بالاخر اللي عايز اقوله، ولاد الاصول عارفين الاصول وبيراعوا ربنا في بيتهم وفي حماتهم وفي امهاتهم. ما تنساش بقى تشترك في القناه عشان تشوف الحلقات اللي جايه، وابقى اتفرج على الحلقات اللي فاتت. سلام. بالحب والحنية حنعيش حياتنا هنية، انت تتنازل شوية وانا اتنازل. لا زعل ليه